لماذا خلقنا الله؟ ليه ربنا خلقنا؟ وفي سؤال إلى جواره يقول هل خلقنا الله لكي نمجده أو نعبده؟ اللي عايز أقوله لكم إن الله ليس محتاجا إلى تمجيدنا ولا هو كان محتاجا إلى عبادتنا. الله قبل خلق الإنسان كانت تمجده الملائكة وتمجده صنعة يديه، والله قبل أن يخلق الملائكة وقبل أن يخلق الكون كله تمجده صفاته. والله ليس محتاجا إلى تمجيد من خليقته، إنما خلقنا الله كرما منه وجودا، إنه أنعم بالوجود على كائنات أخرى تحيا معه. كان ممكن يكون الله موجود لوحده، لكن ربنا من كرمه ومن جوده ما حبش يبقى لوحده، حب ينعم بالوجود على كائنات أخرى. فلماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لنتنعم بالوجود ولنتنعم به هو. وزي ما بنقول في القداس لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. يبقى بعد كده أن الواحد يسأل ما هدف الله من حياته هو. يعني هدف الله من حياتك أنه يعدك لحياة أفضل. يعني أنت حاول أنك تشعر أنك مخلوق زي ما بيقول الكتاب مخلوقين لأعمال حسنة نسلك فيه. فأنت مخلوق عشان تتمتع بالحياة، تتمتع بالوجود، تصل إلى نقاوة القلب، تؤهل نفسك إلى وجود أفضل وحياة أفضل في السماء. خلقك صانع الخيرات ويريد منك أن تصنع خيرا مثله. تعيش في الحياة كما كان المسيح يقول يصنع خيرا. تمشي تعمل خير في الدنيا، تعمل خير مع كل أحد، وهذا الخير يتبعك في الأبدية. وتعمل خيرا مع نفسك، إنك تنقي نفسك وتؤهلها للنعيم الأبدي.